شركة فايب اقترحت علينا ان احنا نديروا شغل مع بعض، انا ومني، انا والجندي. كانت الموافقة مني وكانت الموافقة منا. اوكي، هذا باش نوضح فيه الكلام، هو باش يكون الجمهور عليه بينه، المتابع يكون عليه بينه، ما يقعدش ياخذ ويلدغ ويفتفت من فمه هيك وخلاص. يعني لما الشركة اقترحت علينا الشغل، احنا الزوز وافقنا على الشغل، تمام، والشغل بنشتغلوه وماشية، الخدمة قاعدة ماشية. فلما جاء بوفا الترانزيت للعاصمة وماشي عنده حفلة لجربها، الشركة اتصلت بيا قالوا لي لو انك فاضية بري تقابلي مع بوفا في المطار باش تتفاهموا على الشغل، لان لما بيرجع ما هوش قاعد هلبة، بيقعد يامات زي ما تقولوا يعني ضيقة باش نخدموا فيها. بري اتفقي انت وياه على الشغل. وكانت فهمتوا اوكي خلاص 100. قلت لهم تماما يا جماعة الشيء. اتواصلت انا وبوفا ومشيت للمطار، تلاقينا، حكينا في الشغل، اتكلمنا في الشغل، يعني كلمة الحق تنقال. انا اللي اسمه ميجو هذا، انا طول عمري واقفة معاه، ما فيش يوم ما وقفتش معاه. نتصور حتى كلكم شاهدين على الكلام هذا، حتى يوم اللي طلعوا له الاشخاص اللي من الشرق يسبوا فيه وما خلوا ما تساوقوا عليه وداروا بيه سلطات وما خلوا ما داروا بيه، من وقف معاه؟ ما وقفش معاه ولا صاحب، انا اللي وقفت معاه، انا اللي عرضت روحي للسب، اللي عرضت روحي لكل شيء، طلعت وتكلمت لانه وجعني، قلت بروحه ومش عارف شني ودادا ونحسب في حاجه واثنين، وطلعت ووقفت معاه، وكنت معاه اجدع من راجل وارجل من رجله، بس هو طلع مش راجل. خلينا من الموضوع، هو كاني نبي فيه، كاني مانيش واقفه معاه. راني حتى انا يوم اللي طلعت في القناه لهادي زعيم، على هادي زعيم في فكره سامي الفهري، راني حتى انا ما خليت ما حطيت فيه، بس انا ما حطيتش فيه، ما دويتش فيه، ما غلطتش فيه، رغم انه هو طلع في نفس القناه وفي نفس البرنامج غلط فيا وغلطت في امي. انا طلعت وما تكلمتش عليه وما غلطتش فيه وما غلطتش في امه. هذا عند خوتنا التوانسه، هذا موضوع متسكر ومتفاهمين فيه. اي فالطه يديرها انا عبد لله من يطلع يوقف معاه، اي فالطه يديرها انا عبد لله من يرجع لي ومن يستشير فيا ونوقف معاه. وحتى في الواقع راه قصدي انت كانت تبيني تو ردغها لك نخليها لك مارده، انا نخليها لك مارده. انا الراجل بيني وبينه شغل، الشركه وكلهم الشركه شاهده على الكلام هذا اللي صار بيني وبين بوفا، الكلام صار عليه خدمه وموافقه يا وسلم، موافقه يا وسلم، موافق يا الجندي، موافق يا الجندي. خلاص لما جاء الراجل ترانزيت انا مشيت تلاقيت انا وياه تفاهمنا في الشغل، انا عندي فيه رقم كويس وهو عنده فيه رقم كويس، مخلصتنا في الشركه الشغل، قصدي رقم حلو. شو اللي يمنع ان احنا ما نشتغلوش مع بعض؟ انا فنانه وهو فنان، هذه حاجه. الحاجه الثانيه احنا في وسط فني، لا تقول لي هذا صاحبي لا هذا صاحبي، وتاني لي هذا صاحبي لا هذا صاحبي. وتاني شيء باش نكون معاكم واضحه، لاني نعرف كل شيء، نعرف البير واخطاه. بوفا ما هوش صاحب سراج بالدرجه الاولى، ما هوش صاحب الميجو يا ناس، بالكم عمركم شفتوهم تجمعوا؟ ما جمعوش يا ناس، ما هوش صاحبه. انا نعرف شن فيه وشن ما فيش. ممكن المده اللي فاتت تتواصلوا مع بعضهم، عندهم زوز تراكات مع بعضهم بيديروهم، اي نعم، صحاب يتواصلوا مره اي نعم، بس انه صاحبه جو متاع صاحبه يعني الروح بالروح، هذه ما فيش منها، راه ما فيش منها. ويكذب يقول